السلام عليكم، معكم طواهرية عيدة المعروفة بالشيف سارة، تخصص طبخ شرقي وتقليدي. السر في نجاح وصفتي من أول تجربة هي البساطة، يعني مادام وش عندك في الدار تنجمي ديري بها أكلة. السر إني حافظت على الوصفات التقليدية بلمسة عصرية، إني خليت الوصفة التقليدية كما راها عندنا جدودنا، غيرت غير في الديكور وطريقة التقديم فقط. كاين طبق شرقي مظلوم هو الملوخية، حبيت نروج له، حبيت نوصله حتى للعالمية. احنا في الشرق نحبوه، مي العاصمة والغرب ما كانش إقبال عليه. أكبر صعوبات تواجهنا احنا في صناع المحتوى أنك تتعبي تخدمي على ريلز ما يوصلش للمكان اللي كنتي انت تتمنيه انه يوصل له. باش تضمني بساطة ونجاح لوصفاتك ما تتقيديش بالمقادير، وش عندك اخدمي. نصيحتي للناس اللي راهي تشوف الطبخ حاجة صعيبة، الطبخ اسهل حاجة، ما تقيديش روحك سيدتي، وحلي الفريجيدار تاعك وش عندك ديري به وصفة. اشهر خطأ سيدتي راح تطيحي فيه كما تعودي تطبقي في الوصفات هو التقيد بالوصفات. لا سيدتي، وش عندك اخدمي. الطبق المفضل والمحبوب عند جماهيري واللي الناس تطلبوا مني دائما الشخشوخة والبريك العنابي، يوميا طلبات شيف ديري لنا البوراك، شيف والراي الشخشوخة. نعم، عندي مجموعة من الوصفات ان شاء الله نتمنى اني نجمعها مع الوقت الحالي. ان شاء الله راح يكون كتاب الكتروني. طموحاتي في مجال الطبخ كثيرة متعددة، من نتمنى نكون سفيرة الطبخ الجزائري التقليدي ونحافظ عليه ان شاء الله يا ربي. ولحد الان راني جامعة اكبر عدد من انواع الطعام كما نقولوا احنا الكسكس الجزائري والعالمي. وفي الأخير تحية خاصة وشكر كبير لأوكتيفود على هذه المبادرة. شكرا جزيلا على الاستضافة.